عايزين نعمل مشروب يدفينا كده لزوم الشتاء. هنعمل النهارده حمص الشام او الحلبسه زي اللي بنشتريها بالظبط من العربيات اللي على الكورنيش. هنعمل كمان الدقه الحلوه الحاره والدقه الكمونيه. هجيب كده نص كيلو من حمص الشام وهنقعهم كده لمده ليله كامله او 12 ساعه من قبل ما يتغلوا كده. والحمصيه بتلاقيها بتتقسم معاكي نصين كده، عرفي ان هي اتنقعت كويس ومش هتاخد معاكي وقت كتير على البوتاجاز. هناخد بقى الحمص المنقوع ده وهنغير له الميه، احطه بقى كده في حله وهغطيه كده بالميه وزياده كمان، يعني هملاها كده الحله ميه. هاخد بقى الحله دي هرفعها على النار وهنروح نضرب بقى شويه الخضار دول. معايا هنا 3 طماطميات وقرن فلفل كده حامي وكمان فص من الثوم. هناخد حوالي 5 فصوص ثوم. هجيب بقى كده الكبه وهنضربهم بقى كده ضرب ناعم جدا جدا، عايزينهم كده ناعمين خالص. هنضيف لهم كمان نص كوبايه ميه كده مع الضرب علشان الخليط بتاعنا كده يتسهل معانا كده واحنا بنصفيه. بصفي بقى الخضار بتاعنا ده كويس جدا علشان القشر بتاع الطماطم هو مش هيطلع كتير، القشر بس اللي هتلاقوه كده وبذور الفلفل لو انتوا حاطين فلفل. هنيجي بقى للحمص بتاعنا. هنا كان غلا، اخد غلوه كده وطلع ريمه من فوق. هنشيل بقى الريمه دي، نحاول نتخلص منها على قد ما نقدر. وبعد كده هنجيب بقى الطماطم اللي احنا ضربناها مع الفلفل مع الثوم وهنضيفها بقى كده على الحله بتاعتنا. وفي الوقت ده احنا لسه ما كناش حاطين لا ملح ولا توابل خالص. هنحط دلوقتي بقى التوابل بتاعتنا. ولو حسيتوا برضو في الغليان ان الحله بتاعتك هتكب ولا حاجه، وطي عليها شويه النار. دلوقتي بقى هحط كده معلقه كبيره من الملح وهحط كمان معلقه بابريكا علشان تدينا لون حلو كده للحمص بتاعنا. وهحط كمان نص معلقه كده من الكمون، والكمون هنا ده مش كفايه، لسه هنعمل دقه كمونيه حلوه جدا. تابعوا معايا بس للاخر. هجيب هنا كده واحده كده من المرقه وهفضيها كمان، وده السر اللي هيخليها زي بتاعه العربيات بتاعه الكورنيش بالظبط. هضيف عليهم كمان معلقه صغيره توم باودر ومعلقه صغيره بصل باودر، وهسيبهم بقى يغلوا براحتهم بقى على نار عاليه لحد بقى ما يستووا معايا. هياخدوا حوالي ساعه كده تقريبا ويبقوا خلاص كده استووا معانا. والحمص مش هنغطي عليه الحله خالص وهي على النار، مش هنغطيها خالص. تمام كده. هنيجي بقى هنا نعمل الدقه الكمونيه والدقه الحاره. هجيب بقى هنا معلقه صغيره من الشطه الحاره وكمان معلقه صغيره من البابريكا. في الناحية التانية بقى والطبق التاني هنحط كده معلقة من الكمون. هنجيب بقى الحمص بتاعنا كان خلاص استوى، هناخد منه المية بتاعته كده بس وهنحطها كده. هنحط كبشة على الشطة وكبشة كده على الكمون. وبعد كده حابين تزودوا ميه زودوا، حابين تزودوا كده من ميه السلق بتاعه الحمص زودوا ميه من ميه السلق عادي. بس انا هنا هزود حبه ميه هنا وحبه ميه هنا، يعني نصها ميه ونصها كده من الميه بتاعه الحمص. هنضيف بقى على الدقه دي ليمون، عصير ليمونه كده على كل واحده عصير ليمونه. وهنا بقى الدقه بتاعتنا كانت جاهزه. هنديهم كده تقليبه كده مع بعض، تقليبه خفيفه كده. وهنجهز بقى الكوبايات بتاعتنا. يفضل الكوبايات تكون بيد كده علشان نقدر ان احنا نمسكها لانها بتبقى محمله سخونه وكده. هنحط بقى كده الدقه الحاره والدقه الكمونيه وهنجيب بقى الكوبايات بتاعتنا اهي. هحط بقى في الكوبايات على حسب كل كوبايه كده وكل واحد هو عايز يشرب ايه. اول حاجه الدقه كده في الارضيه بتاعت الكوبايه، وبعد كده بقى هنضيف الحمص. هنضيف بقى الحمص كده لنص الكوبايه، وباقي الكوبايه كده هنزودها ميه الحلبسه او حمص الشام. طبعا بنحبه سخن كده لزوم الشتاء بقى ولزوم السقعه اللي احنا فيها دي. ملينا بقى الكوبايات بتاعتنا وبقت جاهزه معانا. هحط لها كده ليمونه كده مفتوحه لزوم الزينه يعني. وهحط كمان قشا ليمون ده بقى برضو عشان نشرب بيه كده الميه بتاعت حمص الشام او الحلبسه. طعمها رائع. تاكلوها كده بالف هنا وشفا عليكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم، ودايما كده تعملوا احلى واطعم حاجات كده من بيتك صحيه وموفره وحلوه جدا. وهنا بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون افادكم لان ده هدفي من القناه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني، وفعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش برضو تشيروا الفيديو لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد. ولو كومنت صغير منكم هيفرحني وهيسعدني جدا. شكرا جدا ليكم. سلام عليكم.